عقلك عبقري في إنه يقنعك إن الغلط منطقي وإن ما فيش حل غيره. أول مرّة بتغلط بتحس بتأنيب ضمير، لكن بعد شوية الغلط ده بقى عادي. التبرير هو الطريقة اللي العقل بيستخدمها عشان يخلّي الغلط شكله طبيعي. سيكولوجية التبرير هي المُسكِّن اللي بنموّت بيه ضميرنا قبل ما نغلط. إحنا كبشر عندنا قدرة مرعبة إن إحنا نخلق أعذار تخلّي أي تصرُّف غلط يبان قدّامنا إنه ظروف أو حق مشروع. موظف بيغيّر رقم بسيط أوي في تقرير ويقول بس عشان الصورة تبقى أحسن، أو يعمل حاجة غلط بس عشان يقدر يقول لنفسه ما كل الناس بتعمل كده. كمان بنشوفه في كل خناقة ضمير في الشغل لمّا تقول أنا ما باغشش، أنا بس باتشطّر، والنتيجة إنك بتفقد بوصلتك الأخلاقية بالتدريج. الغلط ما بيكونش خطر لمّا يحصل مرّة، الغلط بيكون خطر لمّا نقتنع إن هو طبيعي. التبرير مش ذكاء، التبرير هو مخدِّر موضعي للضمير، بيخلّيك تعمل الغلط وأنت مرتاح لحد ما تُقع الكارثة. في آية في القرآن الكريم بتقول: "بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره." يعني مهما حاول الإنسان يبرر ويخترع أعذار، هو جواه عارف الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: "استفتِ قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك." ممكن تروح لمليون واحد يحللوا لك الغلط، وعقلك يخترع مليون عذر، بس قلبك هيفضل فيه نغزة بتقول لك أنت بتعمل غلط. الوعي المهني الحقيقي بيبدأ لما تسمي الحاجات بمسمياتها الصح. الغلط غلط مهما كنت مضطر، والسرقة سرقة مهما كان المبلغ بسيط. لو بدأت تواجه نفسك بالكلمة الحقيقية من غير تجميل هتلاقي إن قراراتك بدأت تنضف وشخصيتك بدأت تقوى. المرة الجاية لما تلاقي نفسك بتقول أصل أنا مضطر عشان هم أو هم اللي بدأوا، وقف فورا واسأل نفسك بصدق: دي حقيقة ولا ده تبرير عشان أريح ضميري؟ واجه نفسك بالحقيقة، لأن التبرير مسكن للضمير لكن مش هيغير الحقيقة. أنا محمد أبو حميد، الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.